فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. رسالة سهلة لكل الأندية، هل تملكون مثل هؤلاء؟ هل يعقل أن يكون هذا مدرج فريق بعيد عن القمة، بعيد عن وسط الترتيب، يقبع في مراكز متأخرة؟ هل يمكن أن تجدوا هذا الوفاء والحب والانتماء لأي جماهير أخرى؟ صورة تغنيك عن أي تعبير، ومدرج يختلف عن كل المدرجات، يضرب الرقم القياسي في الحضور الجماهيري في كل موسم. جمهور لا ينافس إلا نفسه. يا عيني على المدرج، ذهب يا عيني ذهب. على الرغم من أن يعيش في أسوأ مواسمه، لكنهم لا يشجعون فقط من أجل الفوز، يشجعون لأنه هو القلب النابض، لأنه هو الكيان، لأنه هو الشعار، لأنه هو الحب، لأنه هو الحياة، لأنه هو الانتماء. بالذات تكفي. وهذا المدرج وهذه الصورة من الصعب أن تجدها في أي ما زالت الكرة يمنية، محاولة المباغتة والتسديد. اعتذر مسبقا ان كان هناك خلل في الاطلاع على معرفه على اسماء اللاعبين. ثم انطلاقا من هناك على الجهه اليسرى، كره صعبه عن طريق عبد الوهاب المطري، ما زالت دخلت قطع عمليات خطيره. المحاوله ما زالت، الكره مرفوعه بالراس. تمس اخر عن طريق محمد قيشان، يبحث عن المراوغه. محمد يرفع كره بيسرى، تنويع في اللعب، ثقة تسموها اللاعبين اليمنيين في انفسهم. التسديدة على المطري، راح عبد الوهاب على المطري، راح يفعل ما يشاء، راح توغل عبد الوهاب، راح توغل خطيرة. الركنية في القائمة الأولى هي الممتازة والانطلاقة خطيرة. وصلت مرة ثانية محمد قيشان كرة الهدف، التوسيع في القائمة الثانية لمنتخب اليمن، خطيرة والدفاع. خرج وسام رزق ويدخل اللاعب علي اسد، طبعا هجومي اكثر، ويخرج المهاجم بونتا لياس عبد القادر ويعطي الثقه في خوخي بوعلان. ينطلق الفريق اليمني، يلعب بامتياز منتخب اليمن، تمشي كره في الدفاع عن طريق بلال محمد. بلال هدوء الفريق القطري، وخطا فادح وكره يمنيه كادت تغير التاريخ. المراوغه موجوده، الانطلاق الفريق اليمني يلعب براحه كبيره، يلعب بثقه كبيره. برافو، 1-2 تيكي تاكا على طريقه اليمن بصياغه من البني. هكذا استوحيت كلماتي من خلال نظراته. تمشي الكرة لليماني، اليماني والمرتدة 3-4، يعطي باس كرة في العمق في ظهر بلال محمد. ترجع الكرة عن طريق علاء الصاسي، علاء الصاسي تمشي كرة 1-2 حلوة برشا لليمنيين. واحدة مرة أخرى بالغ فيها، ولكن ما زالت وليد الحبيشي. وليد فما مهارات يمنية، فما محاولات يمنية. ميروسلاف يوقف مفاتيح الفريق القطري الأطراف والهيدوس لحد اللحظة. يمشي بالكرة مرة أخرى الفريق اليمني، خطيرة جدا في ياسر ساي، يخرج راس خطيرة جدا. يا الله يا الله على الكرة التي أدارتها اليمن. ملا الكرة ضيعها عبد الواسع، كرة في خط عرضية. شوف الضغط ماذا يفعل، شوف الكرة كيف تقطع، شوف المرتدة كيف تلعب، شوف الصورة كيف تصل، شوف الكرة كيف تركل، شوف التوسيعة أين تصل. يا عبد الواسع، عبد الواسع ضيقها على روحه، عبد الواسع ما وسعهاش، والكرة جول. لا، اليماني مرة من قريب، والمرتدة اليمنية، اليمن بالكونتر اتاك، اليمن في المرتدة. يمشي منتخب اليمن فما اوفسايد، الباس المراوغة صعيبة، يضغط عليه موسى، حاول يعديه، يبعد عليه، يعطي تمرير ممتاز. الكرة الثانية عن طريق اللاعب وحيد الخياط على الصاصي، وكرة صعبة على المنتخب القطري. الفريق اليمني روعة البطولة، المنتخب اليمني الحصان الأسود في البطولة، المنتخب اليمني مفاجأة البطولة. حدثونا عن الظروف ونعلم هذه الظروف الصعبة، الله يعينهم. ولكن المنتخب اليمني اليوم أكد أنه فريق رجال.
كاس الخليج كان يحضر فيها 9 8 10 ستارات نجوم. تختار قبل ان تختار الافضل. كرة الخليج هل هي في تراجع ام لا؟ بالنتائج بالواقع يا نعم. التسديد الحارس حقق اي انتصار. نعم مشاركاته بدون فوز ولكن تواجده لا ينقصه الاصرار والطموح. هنا الطموح هنا الاصرار. لوس كونتر منكم يكون العروس. منذ البداية السعودية والارتداد سيكون يمني. وهذه هجمة في عمق الدفاع السعودي. يعدي ولا لا؟ تقطع الكرة من خالد بن وليد بخشمودي. سجل فيها الأخضر 16 هدف ولم يقبل ولا هدف واحد. الهجمة من عبد الواسع يحاول المرور. عبد الواسع يغير المكان بنجاح لكن تقطع له من نواف العابد. ضغط كبير يقوده سعود كاريري على حمل القوة. الكرة في وسط الميدان. ترجع الكرة على اليسار نزار رزق. محاولة التدرج بالكرة من جانب الأحمر اليمني في هذه المباراة عبر وليد الحبيشي. جماهير كبيرة يمنية تؤازر الأحمر اليمني في أصعب مبارياته إطلاقا في هذه النهائيات الخليجية. كرة عكسية يمر بامتياز الهجوم اليمني. ولا الراية يخسر هذه الكرة. ترجع بهجوم عكسي المنتخب اليمني على طول. عمر هساوي في محاولة للتغطية أمام ياسر الجبر. ياسر الجبر يا سلام يسدد بجانب وليد عبد الله. خطير ومكير عبد الواسع. عبد الواسع يوسع الهجوم بسرعة. الانطلاقة أمام كل الدفاع السعودي لعبد الواسع اللي يمر ويعدل ويزيد يمر ويراوغ ويوسع. ذاعت فرصة يمنية كبيرة. كرة بعيدة على وليد نزار رزق أو يتركها لقلب الدفاع حمد الزبيري. تدرج رائع بالكرة. ممتاز المنتخب اليمني. كرة التصويب ضعيفة لكن بعيدة. يهتز معها الجمهور اليمني. ياسر الجبر أمامنا. والبحرين هو المنتخب الذي لم ينل هذه كرة خطيرة وكرة هجمة تصويب. فرصة كبيرة لياسر الجبر ولكنه لم يجبر بخاطر هذا الجمهور اليمني كبير. وضاعت فرصة التعايسي اللي يوسع. كرة بالراس خطيرة. كرة بالراس بعيدة. مدرب يلعب أوراقه الاحتياطية. كرة يخطف الكرة. أرض السبع، أرض الملكة بلقيس، أرض حضرموت، أرض التاريخ، أرض معين. الفريق اليماني قادم من حضارة كبيرة وعريقة جدا. تيكي تاكا على طريقة اليمن بصياغة من البن وبخلطة مع العسل الحر. يا اليماني أقول لليماني العريق، لليماني السعيد، خلي الحزن بعيد عليك، العذاب ما يدوم، يلي تعيش محروم يسري نور الأمل من وراء الغيوم، والربيع يعود تزهى معاه الحياة.
كرة القدم لا تعطي إلا من يعطيها، والفريق اليماني تغلب على نفسه رغم التحضيرات السيئة، رغم انعدام المعسكرات، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بدون مركبات. إن اليماني شعاره كما قلت التحدي وعنوانه طموح. غنى في 90 دقيقة أغنية أنا موجود، أنا اليماني الموجود. أقول لليماني العريق، لليماني السعيد، خلي الحزن بعيد عليك، العذاب ما يدوم، يلي تعيش محروم، يسري نور الأمل من وراء الغيوم، والربيع يعود تزهى معاه الحياة. كرة القدم لا تعطي إلا من يعطيها. الفريق البحريني هزم نفسه، والفريق اليماني تغلب على نفسه رغم التحضيرات السيئة، رغم انعدام المعسكرات، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. فإن اليماني شعاره كما قلت التحدي وعنوانه طموح. غنى في 90 دقيقة أغنية أنا موجود، أنا اليماني الموجود. نعم، الفريق اليماني قدم مباراة كبيرة ضد البحرين 0-0 في بعض اللحظات خلته وخلناه، كان قريبا من انتصار للتاريخ. اليمن هنا يريد الابتعاد عن مركز أخير كتب له بحكم قلة التجربة وبحكم وفادته وولادته الجديدة على المسرح الخليجي وفي الإطار